السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم مبريوات بالحوت كيجيو رائعين ساهلين وناجحين 100%. انا متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبدا، الا كنتي اول مره كتشاهدي هذا الفيديو ما تنسايش تشتركي عندي في القناه وتفعلي زر الجرس باش ديما توصلي بالجديد ديال لاشين. وما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله في المكونات وطريقه التحضير. فبالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 500 غرام من الكالامار. من بعد ما كنقيوه وكنقطعوا قطع صغيره، غادي نحتاجو كذلك معلقه كبيره ديال التحميره اولا بابريكا، معلقه كبيره ديال توابل السمك، ومعلقه كبيره ديال البودره ديال الكروفيت، وايضا راس معلقه كبيره ديال الابزار. تقدروا انكم تنقصوا الكميه ولا تزيدوها على حسب عدد افراد الاسره. هنا عندي معلقه كبيره ديال الحامض مصير من بعد ما كنقطعوه قطع صغيره ايضا اولا كنطحنوه. وهنا عندي 3 ديال المعالق كبار من القزبر مقطع حتى هو قطع صغيره. وايضا غادي نضيفوا 30 ملل من الزيت النباتيه. فهنا البنات غتلاحظوا بلي انا ما درتش الملحه حيت الحامض المصير كيكون مالح. الا ما كانش عندكم الحامض المصير تقدروا انكم تضيفوا الملحه. من بعد كنخلطوا العناصر مع بعضياتهم، كنوضعوهم في واحد المقله وكنخليهم كيتشحروا لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق حتى كنشوفوا الكالامار ديالنا طاب. وهاد الماء اللي كيطلقوا هاد الكالامار حتى هو كينشف، ما كيبقاش عندنا نهائيا حيت الحشوه ديالنا بغيناها تكون ناشفه. من بعد كناخذوا واحد الكاسرونه اللي كنوضعوا فيها الماء وكنوضعوه على النار اللي كتكون متوسطه حتى كيغلى لينا. هنا الماء من بعد ما غلى ليا غادي نضيف ليه هاد الشعريه ديال الرز. تقدروا تستخدموا اي نوعيه كتفضلوا، يا اما العاديه ولا ديال الرز، لكن انا كنفضل ديال الرز حيت كتجي زوينه في العماره ديال البسطيله اولا ديال السيجار ولا ديال اي حاجه. صافي هنا من بعد ما طلقت ليا هذيك الشعريه كيف ما كتشوفوا ورطابت، غادي نضيفوها للحشوه ديال الكالامار من بعد ما طابت ليا حتى هي. وكنخلي واحد شويه ديال المرقه ديال الكالامار ديال الحشوه، كنخليوها باش هذيك الشعريه الصينيه كتشربها لينا وكيعطينا واحد اللذه زوينه في الحشوه. ومن بعد كنبقاو كنخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى كتنشف لينا داك الحشوه وداك شعريه فيرميسل كتشرب لينا داك الماء ديال الكالامار. هنا ضفت 3 ديال المعالق كبار من الزيتون مقطع قطع صغيره وكنخلطوا العناصر مع بعضياتهم وكنتركهم جانبا. هنا كما كتشوفوا عندي الخليط ديال الدقيق مع الماء باش نجمعوا الورقه ديال البسطيله ديالنا، كنتركوه جانبا. ومن بعد كناخذوا الورقه ديال البسطيله وكنقسموها على 3 ديال القطع وكنبقاو نوضعوا هاد الحشوه وكنجمعوا الورقه ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. فهي طريقه سهله ومبسطه بالنسبه للمبتدئات، فهي طريقه ما صعيباش. كنحاولوا اننا نزيروا داك البريوات باش هكا ما يتفتحوش لينا، وداك شويه ديال العجينه اللي كتبقى لينا كنلصقوه بالخليط اللي حضرنا كما كتشوف بهذه الطريقه هذه. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كننتهيو كاع الكميه اللي عندنا.
صافي هنا البنات من بعد ما انتهيت كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. حقيقه كيجيو رائعين. غير حاولوا تزيروا الورقه ديال البسطيله ديالكم باش ما يتحلوش ليكم، وحاولوا ما امكن انكم تاخذوا الورقه ديال البسطيله تكون طريه باش هكا ما يتشقوش ليكم ويجوكم زوينين ومفينين مزيان. صافي هنا عندي واحد الكونتيتي اللي غنطيبها، كونتيتي اللي غادي نديرها في كونجيلاتور. الطريقه ديال التجميد ديالهم سهله، كنوضعوهم في بلاستيك غذائي وكنفرغوا البلاستيك الغذائي من الهواء وكنجمدوهم. انت ما كنبغوهم كنجبدوهم وكنطيبوهم عادي. الطريقه ديالهم سهله. هنا خديت الطاوه ديال الفران ودهنتها بالقليل من الزيت اولا الزبده اللي عندكم في المنزل، وكنوضع فيهم هاد البريوات هادو، ومن بعد كندخلهم الفرن على درجه حراره اللي كتكون متوسطه. كنشعلوا عليهم من الفوق من التحت لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى ل 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنقدموهم بهذا الشكل هذا بالصحه والراحه. فهم كيجيو رائعين وساهلين، وتقدروا تحضروا كميه كبيره كما قلت لكم وتوضعوها في الكونجيلاتور، فهما كيبقاو معنا واحد المده اللي طويله وكيجيو مقارمشين. وحتى لنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.